في العالم. حضرة الأمير أهلا بك. هنا نتحدث عن كارثة إنسانية تلف كل العراق وبلدات الأيزيدية. يبدو أن الجراح قد أثخنت في رقابهم. اهلا وسهلا بك اخي العزيز. اهلا وسهلا. وانا ارحب بهذه القناه الاولى التي تسال عن اليزيديه خاصه في العراق وحالنا حال العراقيين. وسمعنا طيب. الكثير، ولكن مع الاسف لحد الان كل الفضائيات تغاضت عن الموضوع اذا كانت عربيه وعراقيه بالصوره الصحيحه لنقل الوقائع الى المواطنين. طيب حضرة الأمير، هنا لماذا يستهدف الأيزيديون وهم أقلية مسالمة ليس لها ناقة ولا جمل بصراع الدار على الأرض؟ اليزيديين مستهدفون ليس اليوم، منذ 2003 وفي عدة مقابلات سابقة نبهنا على هذا الموضوع، ولكن الجرح اللي كان اسوة بالعراقيين جميعا، ولكن الجرح الذي حدث قبل 5-6 أيام كانت الخيانة العظمى التي حدثت هي من القوات البيشمركة ومسعود البارزاني بالضبط. وأنا عندي إثباتات ودلائل وصور، لأنه البيشمركة في مناطق سنجار لم يحاربوا ولم يهربوا، وإنما انسحبوا بأمر من مسعود البارزاني إلى مناطق الأقليم. وفي نفس اليوم أغلقت الحدود اللي يعتبرون نفسهم دولة، أن يهربون العوائل إلى مناطق دهوك لمدة 3 أيام. واليزيدية حاربوا قوات داعش بكل صلابة، لأن اليزيدية معروفين بمعاركهم في المعارك السابقة 3 أيام أو يومين بحيث خطف العتاد. والآن أيضا هم محصورين في الجبال وخاصة جبل سنجار هم وعوائلهم. وقد أخذوا داعش أكثر من 2000 مرأة يزيدية سبايا ويبيعوهم للشغلات المستحجات. طيب حضرة الأمير، أنت هنا توجه اتهامات غاية في الخطورة إلى إقليم كردستان وإلى شخص السيد مسعود البرزاني، وللأسف غادرنا. فقط اسمح لي، فقط للأسف غادرنا السيد محمد. نعم، هل فعلا تمتلكون أدلة؟ ما هي هذه الأدلة؟ لماذا لا تظهروها للإعلام إذا كنتم فعلا تمتلكون أدلة؟ أقول لك إذا تعطيني المجال، ولكن قد لا يكفي المجال الأخبار، ولكن راح أرجو من قناتكم أن تعطونا فرصة ساعة معينة لأثبت لك بالصور والدلائل وأبناء الذين أمهاتهم أو أعراضهم راحت والذين تكلموا مع المسؤولين الأكراد في ذلك الوقت في ذلك الساعة. نعم. الأكراد لم يهربون. أكو فرق، هنالك قادة عسكريين يعرفون شنو الفرق بين الهروب، لأن الهروب معناها حرب، وهنالك فرق بين الانسحاب الهادئ إلى أن وصلوا بعد منطقة المحمودية. المحمودية هي الخط الفاصل بين سنجار ومناطق دهوك في محافظة دهوك ونينوى. بعد انسحابهم الهادئ لم يطلق ولا طلق على اليزيدية. واليزيدية المستكردين الذين هم مؤيدون لمسعود البرزاني طلبوا من سربت مسؤول فرع سنجار بأنهم لماذا مغادرين؟ قال أجانا أمر من مسعود البرزاني أن ننسحب. فقال إذا اتركوا لنا العتاد على أن ندافع عن أعراضنا وشرفنا، لأن هنالك داعش أمامنا. قال ما جاينا أمر. طالب رئيس على أساس مسؤول الفرع من مسعود، لكن لم يجيب. بعد انسحابهم في منطقة المحمودية عند دهوك وخابور هاجم داعش على اليزيدية، واليزيدية إصباح وأولاد إصباح حاربوا لمدة يومين. تعرف اليزيدي او اي عراقي بالبيت عنده لو كلاشينكوف يمكن 100 طلقه 200 طلقه. حاربوا الى ان قدروا بعد ما يستطيعون العتاد راح يخلص، فانسحبوا الى الجبل تاركين بعض العوائل الذين هم السبايا الان بيد داعش، وكثير من الاطفال ماتوا جوعا، والان ايضا يموتون الجوع الاطفال متروكين. نتحدث عن الجانب الانساني حضرة الامير. طبعا اعدك اننا سنحاول الاتصال بك في وقت اخر لاظهار ما لديكم من ادله على هذا الموضوع الخطير. قيل في الاخبار ولا ننساها ابدا. طيب حضرة الامير، قيل في الاخبار ان أشيعت أن للاجئين في جبال سنجار أن الوضع قد استتب وأن قوات البيشمركة سيطرت على الأوضاع والكثير من العوائل نزلت من الجبل وتعرضوا لإبادة. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هنالك تغير بالكلام. اسمح لي، موضوع الجبل
هنالك من لبس هدوم البيشمركة وخذلوهم على اساس البيشمركة جاي، والاعلام غطى هذا الموضوع. الموضوع الاعلامي الذين الان حتى الاعلام العراقي الاكثريه القنوات الفضائيه بيخافون ان ينشرون الاخبار الحقيقه عن جبل سنجار من مسعود البرزاني. ليش؟ حتى مسعود البرزاني يخاف يعطيهم دعايات، يعني دعايات اعلاميه من ناحيه المواد الغذائيه، واخرى هاي الدعايات اللي انتم تعرفها لا يعيشوا بها، وحتى الشرقيه نعم ما غطوا الموضوع. نعم. وكل القنوات العراقيه العربيه ما غطوا الموضوع، والجزيره من ضمنه العربيه. فانا اشكركم جزيل الشكر انتم اذا سمحتوا لنا الفرصه. اكيد سنعطيك كل المجال في وقت لاحق. نعتذر منك لضيق الوقت، انتهى وقت هذه الفقره، وسنعود ربما في يوم لاحق لاستكمال هذه الروايه. الامير انور معاوية الاموي امير الطائفه اليزيديه في العالم، كنت معنا من